يا هلا يا هلا يا هلا بكل اخوات سعودة، اتمنى تكونوا بخير وكويسين دايما يا حبايب قلبي. راجع لكم بقى النهارده باحداث لوز اللوز، وهنكمل مع بعض حكايتنا اللي مليانه تشويق واكشن ورعب وحاجات كده من اللي قلبكم يحبها. فجهز لي بقى مشروبك اللزوز وارفع لي الحماس على المليون، علشان النهارده معانا فيديو عظميته على الاخر. شفنا في حلقتنا اللي فاتت قرش ومطرقه اعضاء منظمه الاتحاد كانوا عايزين ياخدوا ريجيس معاهم ومعتقدين ان هو اللي عنده طاقة نوبلس، وبيحصل بينهم كمان قتال شرس جدا، وطبعا ريجيس بيمسح بيهم الارض، ولكن مطرقة بيدي القرش قرص بيخليه يتضخم وقوته بتزيد. ولكن برضه كل ده بلا فايدة، لان ريجيس بيطلع اقوى منه وكان هيقتله. ولكن مطرقة بيجيب تشان ومانو بيقول له لو مش عايزهم يتأذوا اسمعوا الكلام. فتعالوا معانا بقى نشوف باقي الحكاية ايه قبل ما ننسى. بس في الاول يا حبيب قلب سعودة ما تنساش تفجر لي اللايك والسبسكرايب لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل كمان الجرس علشان يجيلك حكاياتنا اول باول. بس الاهم طبعا ما ننساش نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا مع بعض نستكمل احداث الحكاية. بتبدأ حلقة النهاردة لما قرش ومطرقة بياخدوا ريجيس وتشان ومانو على مكان كرانس، وبيكونوا كلهم فاقدين الوعي. اما بقى تا وتاكيو وام 21 لما بيشوفوهم بيتصدموا، ولما ريجيس بيفوق بيلاقي نفسه متكتف بحاجة غريبة كده زي الكلبشات الإلكترونية، ودي قيود اخترعتها منظمة الاتحاد للناس اللي عندها قدرات خارقة زي ريجيس. وهنا قرش بيعرفه انه مش من السهل ابدا انه يفكها، وكمان ما ينساش ان اصحابه تحت ايديهم وحياتهم هتبقى في خطر لو ما سمعش الكلام. وساعتها ريجيس بيبص الام 21 وبيقول لنفسه الواد ده من يوم ما شفته وانا ما شفتش خير ابدا. وفي الوقت نفسه بيكون فرانك بيسأل سيرا عن علاقتها بريجيس، وسيرا بتعرفه ان في بينها وبين ريجيس تخاطر، وده معناه اتصال عقلي وكل واحد فيهم ممكن يعرف اللي بيحصل للتاني. وبتقول ان الاتصال ده مش بيتقطع الا في حالة ان ريجيس يفقد وعيه يا اما يموت. وهنا بتسيب الاكل وبتعتذر لهم وبتمشي علشان تروح تنقذه. في الوقت ده كان قرش بيكلم كرانس وبيقول له ان ريجيس قوي جدا وانه هزمه حتى كمان لما اخد قرص القوة، وده معناه ان ليه علاقة بالتابوت. ولكن ام 21 بيقول له انه مجرد شقي صغير ومحدش بيطيقه. ولكن قرش بيطلع سكينة وبيضرب ريجيس بالرجل وبينيمه على الارض. ووقتها بيفوق تشان ومانو وبيكونوا عايزين يفهموا ايه اللي بيحصل، ومانو بيسأل تاو هو في ايه، بس ريجيس بقى بيضربه كده وبيكومه على الارض هو كمان. وبيقول لام 21 عرفهم ان كل ده بيحصل لهم بسببك انت. وبيقول ريجيس لنفسه فعلا بسببه، ولكن هو اللي انقذني المره اللي فاتت. وساعتها بتوصل سيرا للمكان وبتحس بوجود ريجيس، وبيكون مانو بيسأل ام 21 ان هو السبب في اللي بيحصل ده ازاي. اما مطرقه بقى اللي هو كرشو افندي قال انه جعان ورايح يجيب اكل وراجع على طول. وبالنسبه لقرش بقى كان نازل ضرب وتلطيش في تشان وكمان حط رجله على دماغه. وبيقول لام 21 ايه بقى مش هتقول لنا المعلومات وتخلصنا؟ انا بصراحه خلاص ما بقاش عندي صبر وممكن اموت العيال دي. فبيقول له تموتهم ولا تسيبهم دي حاجه ما تهمنيش. وتاكيو وتاو اقترحوا انهم يستعملوا العلاج بتاع المنظمه لمسح الذاكره، ولكن كرانس قال انه مش عايز يسيب وراهم اي دليل، وقال لقرش كمان يخلص عليهم ويقتلهم. فبيروح قرش ناحيه مانو، ولكن ريجيس بيقف قدامه وبيستفزه. فبيروح قرش واكله علقه موت لما بيخلي وشه كله دم، وبيفضل يضرب فيه يمين وشمال لما حاله بقى حال. اما مطرقه بقى وهو بيجيب اكل بيشوف سيرا وبتحاول تأثر عليه بعينيها، ولكنه بيرمي عليها متفجرات، بس سيرا بتقدر تجرحه وبتوقع الاكل منه فبيتعفرت قوي كله الا الاكل. فبيضرب مطرقه متفجرات كتير بتكسر الدنيا، ولكن سيرا زي ما هي ما حصلهاش اي حاجه. وفي الوقت ده بيكون تشان بيحاول يدافع عن ريجيس وبيضرب قرش في وشه، ولكن كرانس بيسمع صوت المتفجرات وبيأمر تاكيو يروح لمطرقه ويساعده. ووقتها كان قرش ماسك تشان من رقبته ومانو بيعضه في دراعه. وام 21 كان عايز يتدخل، ولكن بيفتكر انه قرب يعرف اسماء اصحابه الحقيقيه فبيتراجع. ولكن لما بيفتكر ذكرياته مع تشان ومانو وبيحس ان صاحبه ام 24 بيشجعه، فوقتها بقى بص لريجيس وبيقول له هسيب الباقي عليك. وساعتها راح مطلع مخالبه وهجم على قرش وجرحه وقدر انه ينقذ تشان. وفي الوقت نفسه فرانك ورايزل بيكونوا وصلوا
لمكان M21 وباقي اصحابه، ولكن بيشوفهم تاكيو وبيبدأ بينهم قتال جامد جمودة. وساعتها تاكيو بيطلع سلاح ضخم جدا وضرب فرانك بالليزر، وكان بيتفادى الضربات دي بسرعته الجبارة. اما سيرا فكانت بتدور على مطرقة لحد ما وصلت للمستودع، واول ما فتحت الباب شافت مطرقة وكان شايل سلاح على قد جسمه وموجهه ناحيتها. وبنرجع من تاني لام 21 اللي كان لسه بيقاتل قرش اللي كان حاسس بإهانة كبيرة، وده لانه بيقاتل عميل من الدرجة التانية وكمان مبهدله، وبيطلب من كرانس الاذن علشان يقتله. وكرانس بقى ما صدق وقال له خلص عليه. وساعتها هجم قرش على ام 21 بخنجره وهو كان بيتفاداه، ولكن في الاخر بيوجه ضربة قاتلة ناحية تشان ومانو، فبيقف ام 21 قدامهم علشان يحميهم وبياخد الضربة وجسمه كان بينزف، ولكنه قام علشان هو مصمم يحمي اصحابه. وفي اللحظة دي ريجيس بيكون كسر قيوده وهاجم قرش وضربه ضربة قوية جدا لزقته في الحيطة. اما تاكيو بقى فبياخد قرص من اللي بيزود القوة والسرعة، وفعلا بيقدر يقف ورا فرانك في منتهى السرعة وبيهدده بمسدسه. وبنرجع لقرش اللي هو كمان اخد قرص علشان يزود قوته، ولكن مفيش فايدة. هيروح فين طبعا قدام قوة النبلاء، وفعلا ريجيس بيقدر انه يهزمه. ووقتها كرانس قرر انه يتدخل واخد قرص علشان يزود قوته هو كمان. ما هي ظابطت بقى. ولكن الغريب ان كرانس بيضرب ايده في بطن قرش وبيبدأ يمتص قوته، وبنعرف وقتها ان القرص ده مصنوع علشان كرانس يقدر يمتص قوتهم كلهم بعد ما ياخدوا القرص. المهم بعد ما كرانس بيمتص كل القوة اللي عند قرش بيلزقه في الحيطة، وبعدها ريجيس بيهجم على كرانس بكل قوته، ولكن الضربة دي ما أثرتش فيه وبيشيله وبيخبطه في السقف. وساعتها ريجيس بيفقد الوعي وبيقول كرانس انه مش هيقتله علشان يقول له معلومات عن التابوت، ولكن ام 21 بيحاول يقوم علشان يقتله هو كمان، بس للأسف جرحه كان بينزف بقوة فوقع على الأرض. وساعتها بيكون البرنس رايزل وصل ودخل المكان اللي هم فيه. اما تاكيو فكان بيهدد فرانك بمسدسه، وقبل ما يقتله قال له انه هيقتل الشخص اللي كان معاه، وطبعا بيقصد بكلامه رايزل. وفي الوقت ده اضطر فرانك يظهر قوته الحقيقية وخرجت منه طاقة فظيعة حرقت سلاح تاكيو، وقال له انت بتقول عايز تعمل ايه لمولاي ياض انت؟ وبعدها بنروح لرايزل اللي اول ما كرانس شافه بيسأله هو انت اللي كنت بتقاتل اصحابي فوق؟ بس رايزل استخدم قوته للتحكم في العقل وخلاه ينزل وجاب بوزه على الارض، وقال له انت مين يالا اللي سمح لك تتكلم؟ ولما بيحاول يقف بيقول له محدش سمح لك تتحرك. وساعتها الكل بيكون منبهر جدا من قوة رايزل الجبارة. وبنرجع لسيرا اللي لسه مطرقة بيهددها بسلاحه الضخم، ولكنها بتطلع سلاح الروح اللي اسمه منجل الموت وحصد الارواح، وبخبطة واحدة منه بتخلص على مطرقة. وفي نفس اللحظة دي فرانك بيهجم بقوته الجبارة على تاكيو، وهنا بيستسلم تاكيو للموت لانه حس انه كان السبب في موت ناس ابرياء، ولكنه فجأة بيفتكر اخته فبيصد الهجمة وبدأ يضرب رصاص على فرانك وجرحه كمان جرح بسيط في وشه. وعلشان كده فرانك اعجب بيه وقال له لا عجبتني ياض. وبنرجع تاني لرايزل وبنشوف كرانس قدر يستخدم كل قوته علشان يقدر يقوم ويقاتل رايزل، وهجم عليه بكل قوته ولكنه وقفه من غير ما يلمسه. وساعتها قال له اختفي، فبيترمي بعيد كده بمنتهى السهولة. وكرانس بيطلب من تاو انه ياخد قرص القوة وهو بيوافق، اما مانو بيقول له يرفض لانه كده هيموت، ولكن تاو بيقول له ان هو ده مصيري علشان انا انسان معدل. وهنا كرانس مسكه من رقبته وقال له بطل رغي واخلص بقى. ومانو فضل يعيط ويترجى رايزل انه ينقذه، اما فرانك فكان قيد تاكيو وبيهاجمه بطعنات كتيرة. وفي الوقت ده بتشوف سيرا قوته من بعيد، وقبل ما فرانك يقتل تاكيو شاف سيرا وبتقول له انت مش انسان عادي، فبيرد عليها وبيقول لها انت معاكي سلاح الروح، اكيد انت نبيلة ورفيعة المقام. وتاكيو افتكر سيرا اول ما شافها وقال لها يعني انت مش طالبة وعندك قوة، فبيترجاها انها تنقذ تشان، وقال لها انه واد شهم ومجدع كده وطلب منها تعتذر له بالنيابة عنه. وفرانك لما حس انه ممكن يكون انسان كويس مرضيش يقتله وقال له ابقى اعتذر له بنفسك. وبنرجع تاني لكرانس اللي كان ماسك تاو علشان يمتص قوته ويقتله، ومانو كان لسه بيترجى رايزل انه ينقذه. فكرانس بيقول له اتكتم انت يا شقي، انا اول ما همتص قوته هخلص عليك. وفجأة بيحرر تاو نفسه وبيخنق كرانس بحبل وبيصعقه، وكرانس بيقول له انت بتعمل ايه يا تاو؟
تاو، فبيعتذر له بيقول له انا قررت اني مش هسيبك تموتني وكمان مش هتفرج عليك وانت بتأذي العيال دول. وساعتها بيمسكوا كرانس بقوة، ولكن رايزل اتدخل ومجرد انه قال له اقف ما بيقدرش يتحرك، وتاو بيحرر نفسه ورايزل بيستخدم قوة الفضاء المطلق حقل الدم وبيهاجم كرانس بيها وخلص عليه. وتاني يوم بيفوق تاكي وبيلاقي نفسه في مستشفى ومعاه M21 ومانو وتشان. اما فرانك فبيلاحظ ان رايزل لما بيكح بيطلع دم فبيقلق وبيخاف عليه وقال له اكيد ده بسبب استخدامك قوة كبيرة وده بصراحة كان عبء على جسمك. فبيرد عليه وبيقول له انا ما اقدرش اشوفهم محتاجين مساعدتي وما ساعدهمش. وفرانك بيقول له انت لسه طيب برضه مع البشر يا مولاي. وكمان رايزل بيقول له انت خالفتني واستخدمت قوتك برغم اني كنت خاتمها. فبيقول له وانا هتحمل اي عقاب، ولكن رايزل بيسامحه وقال له اكيد انت استخدمت قوتك علشان سبب مقنع. وبعدها بيقعدوا ياكلوا مع بعض وكانت سيرا هي اللي عامله الاكل وكانوا كلهم مبسوطين جدا. وبعد الاكل بيقف M21 في البلكونه وكان حزين علشان معرفش معلومات عن اصحابه وكمان كان السبب في تعريض الاطفال دول للخطر، وبيقول لنفسه انه ضعيف ومش بيملك القوه اللي يحمي بيها اصحابه وبيعور ايده. ولكنه بيتفاجئ بوجود رايزل اللي بيقول له انت مش ضعيف بالعكس ده انا حاسس ان جواه قوه عظيمه، وبيقول له تحب تختبرها. وساعتها رايزل اخد شويه من الدم اللي في ايده وحطها على شفته وفجاه M21 بيشوف نفسه بشكل وحش جدا وبيفوق وبيسأل رايزل هو ايه ده، فبيعرفه ان هي دي هيئته الحقيقيه وانه حررها علشان يعرف انه مش ضعيف وتقدر تنقذ اصحابك. وبنروح لتاو اللي كان قاعد مع تاكيو لوحدهم وحكاله عن اللي عمله كرانس وانه اتغدى على قرش وانهم كلهم كانوا مجرد غدا ليه، ولكن تاكيو بيقول له انه لازم يرجع الاتحاد علشان اخته. بس تاو بيعرفه انه ما عندوش اخت وان الاتحاد كان بيتلاعب بذكرياته. فبيتصدم تاكيو وبيقع على الارض وهو منهار وبيقول انا دلوقتي هعيش لمين وانا ليه اساسا قتلت كل الناس دي. وتاو بيقول له احنا لازم نمشي بكره علشان ما نكونش عبء على رايزل واصحابه. وساعتها كان M21 واقف بره وسامع كلامهم. وفعلا تاني يوم تاو وتاكيو بيسلموا على فرانك وكانوا ماشيين، بس تاو قبل ما يمشي قال له انه دور على معلومات عن اصحابه ولكن الاتحاد دمر كل سجلاتهم. فM21 بيشكره وبيطلب من فرانك انهم يقعدوا معاهم علشان الاتحاد مش هيسيبهم في حالهم. فبيوافق وبياخد رأي رايزل اللي بيوافق هو كمان. وتاني يوم تشان ومانو راحوا للمدرسة واتفاجئوا لما شافوا تاو وتاكيو شغالين حراس للمدرسة مع M21. وبعد ما الحصص خلصت كانت تشان معجب بسيرا وكان بيسأل أصحابه ازاي يقدر يلفت نظرها ويعرفها انه بيحبها والكل بيحاول يساعده، بس ريجيس كان هو وM21 بيتخانقوا على اي سبب ولكن رايزل امرهم يساعدوه. فبيرد ريجيس وبيقول سمعا وطاعة، وفعلا بيقعدوا وكل واحد منهم بيقول رأيه ونصحوه انه يكتب لها رسالة حب وقعدوا كمان يعلموها يكتب فيها ايه، ولكنه في النهاية رماها وما بعتهاش. وبعدها قرروا يخلوا تشان يظهر بمظهر قوي قدامها، فراحوا للملعب وسيرا كانت موجودة ورايزل اتحكم في اقوى مدرب علشان يسمح لهم يلعبوا جيم كرة سلة، ولكن اصحابه اندمجوا في اللعب ونسيوا موضوع تشان خالص. ورايزل حاول يساعده ولكن تاكيو اخد من تشان الكورة وبوظ الخطة خالص، وتشان كان متضايق من اللي حصل ده. ولكن ريجيس عمل حركة حلوة وحط رسالة الحب بتاعت تشان اللي كان رميها على مكتب سيرا، وبعد ما قرأتها راحت لتشان وقالت له انها بتحب الشخص اللي بيتصرف على طبيعته من غير تكلف ولا تمثيل. ووقتها تشان بيفرح جدا وبيرجع يتصرف على طبيعته. وبعدها راحوا البيت فرانك، وكان فرانك مقرر انه يمسح ذاكرة تشان ومانو، او بمعنى ادق كده يعيد صياغتها من تاني. اما تشان بقى فكان بيستغرب من كلامه وبيقول له ازاي تقدروا تعملوا كده، فبيعرفوا انهم عملوا كده مرة قبل كده فعلا لما تعرضوا لخطر في قتال زي خطر القتال الاخير، ومسحت كمان ذكرياتكم واقنعتكم ان مولاي رايزل زميلكم بس وان انا مجرد مدير المدرسة. بس تشاو ومانو ما كانوش فاكرين اي حاجة من الكلام ده كله واتضايقوا انهم كمان عايزين يمسحوا ذاكرتهم علشان هم بشر عاديين، ولكن ريجيس بيعرفهم ان ده لمصلحتهم هم، لانهم مادام عارفين حاجة عن حقيقة هويتنا هتفضلوا دايما في خطر. ومانو بيعيط علشان هيخسر كل حاجة شاركوها معاهم، وتشان ومانو بيطلبوا منهم انهم يفضلوا اصحاب حتى بعد تعديل
تعديل ذكرياتهم، ورايزل بيرد عليهم وبيقول لهم اكيد، وبعدها بيمسح ذكرياتهم. وتاني يوم بيروحوا المدرسة وهم مش فاكرين اي حاجة عن اللي حصل. وبعد الحصة ريجيس وسيرا وكمان فرانك ورايزل بيحسوا بوصول شخصية مهمة على باب المدرسة، واللي بيطلع زعيم العشيرة جيكتال. وفي الوقت ده كان M21 واصحابه بيمنعوه من الدخول علشان هم ما يعرفوش هو مين، ولكن سيرا وريجيس بيوصلوا وبينحنوا قدامه، فبيقول لهم ازاي تسمحوا للثلاثة دول يكونوا موجودين هنا. ولكن فرانك هو كمان بيخرج له بيرحب بيه، وبنعرف ان خبر خروج رايزل من التابوت وصل لباقي زعماء العشاير. والسيدة وهي في الاجتماع عرفت ان ريجيس وسيرا راحوا اليابان وكمان قابلوا رايزل، وبيقولوا زعماء القبائل انهم لازم يتأدبوا، وبتأكد زعيمة العشائر ان رايزل خاين. وبعد ما بيخلص الاجتماع بنشوف اتنين من زعماء العشائر، واحد اسمه كرياس والتاني اسمه ريجاك، وكانوا ماشيين وبيتكلموا. فريجاك بيقول لكرياس ان هو السبب في اللي عملوه ريجيس وسيرا، وده لانه دايما كان بيعاملهم بطيبة وحنية، وبيقول له بعد كده ما تخليش مشاعرك تتحكم فيك، علشان واجبنا اننا احنا زعماء العشائر نخدم السيدة ونسمع اوامرها وبس. وريجاك بيكمل كلامه مع كرياس وبيقول له انه لازم يكون اولوياتك هو القبض على رايزل الخاين، ولكن كرياس بيقول له انه ما عندوش طاقة علشان يتحمل رجالة عشيرة كارتيا، علشان هم دايما بيخاطروا بحياتهم وبيستعجلوا الموت. وفي اللحظة دي بيظهر اخو ريجاك اللي بيكون اسمه رايل، وبيسأله كمان على سيرا، ولكنه قال له اتكلم معي باحترام اكتر من كده، انا زعيم العشيرة يا ابني. وبعدها سابه ومشي. وكرياس قال لرايل ان احسن له ما يتدخلش علشان اخوه لسه مطلعه من السجن. وبنرجع بعد كده لفرانك اللي بيكون اخد جيكتيل للبيت معاه، وبعدها جيكتيل بيقابل رايزل، وبيقول رايزل انه كان عارف من ساعة ظهور سيرا وريجيس انك اكيد هتجيلي، وبيسألوا هم كانوا جايين يدوروا عليا مش كده ولا ايه؟ فجيكتيل بيقول له انهم كانوا جايين للتحري من اول ما سمعنا بظهور التابوت، وبيقول له ان لوكدونيا بلاد النبلاء اتعرضت لتغييرات كتيرة جدا من بعد اختفائك، او بمعنى اصح ربما من ساعة دخول السيد السابق في سبات ابدي. وطبعا السبات الابدي ده معناه الموت. وبعد موت السيد السابق بنته كيريا تولت العرش كسيدة لكل العشائر، وبيعرفوا ان كيريا بتدور عليه لانه خان السيد السابق وكان سبب في موته. فبيعترض فرانك وبيقول على اساس ايه كلامها ده، فبيسكتوا رايزل وبيسأل عن وضع لوكدونيا الحالي. فجيكتل بيقول له ان اغلب كبار زعماء العشائر دخلوا سبات ابدي مع السيد السابق، وبيقول ان زعماء العشائر الموجودين حاليا اغلبهم شباب، وكمان سيرا تبقى زعيمة عشيرة لويارد. وجيكتل بيطلب من رايزل يرجع معاه ويدافع عن نفسه ويثبت براءته، ولكن رايزل بيقول له مش وقته، انا لسه قدامي شوية كده. وبنروح لشلة الاصحاب تاو وتاكيو وM21، وهم بيسألوا سيرا وريجيس عن جيكتيل، وبيعرفوا انه يبقى جد ريجيس. وتاو بيسأل عن صلة جيكتيل بفرانك، ولكن ريجيس بيعرفهم انه هو وسيرا ما كانوش يعرفوا ان جده يعرفه اصلا. وM21 بيقول لسيرا وريجيس ان فرانك مش زيكم، فبيقولوا هم مش واثقين لانه غامض اكتر من رايزل نفسه. وبنروح لفرانك اللي اخد جيكتيل علشان يبيته عنده في بيته، وبالرغم انه ما كانش طايقه ولكنه عمل كده علشان خاطر ريجيس حفيده. فبيقول له جيكتيل انا كمان مش ممكن اثق فيك ولا هنسى ابدا انك ذبحت عدد كبير من نبلاء لوكدونيا من وقت طويل. وساعتها بيفتكر فرانك ايام زمان اللي بيتكلم عليها جيكتيل لما كان فرانك في الوقت ده صائد النبلاء، وفي يوم كان اصطاد عدد منهم وبيعذبهم. فواحد منهم كان مستعجب ازاي بشري زيه وعنده قوة جبارة زي دي. وفي الوقت ده كان رايزل عند سيد لوكدونيا اللي بيطلب منه انه يسيب قصره اللي عايش فيه لوحده ويجي يسكن معاه في القصر بتاعه، وبيعرفه كمان انه هيوفر له كل حاجة يحتاجها. ولكن رايزل بيرفض لانه بيحب يعيش براحته بعيد عن الناس، وبيعتذر له وبيمشي بعد كده. وبعدها بيدخل جيكتيل على سيد لوكدونيا وبيبلغه بمعلومات جديدة عن صائد النبلاء اللي بيدوروا عليه، وبيعرفوا ان المعلومات دي وصلت له من فرسان التنظيم المركزي اللي قدروا يهربوا منه في الهجوم الاخير. وبيقول ان فرانك ظهر من العدم وكان بيوقع فارس ورا التاني، والاكيد انه بشري، ولكن الغريب انه عنده قوة زي قوتهم ومش عارفين جات له منين وازاي، وده طبعا هيشكل خطر على النبلاء اكيد. ولكن السيد بيطلب انه يقابله وامرهم انهم يجيبوه حي،
حي، وبدأت المطاردات بين النبلاء وفرانك لحد ما قدروا يحاصروه وطلبوا منه انه يروح معاهم من غير مشاكل. بس فرانك بقى اطلق قوته وقضى عليهم كلهم. ولكن جيكتيل بيوصل ومعاه ريجا زعيم عشيرة كارتيا، واللي بيتحدى فرانك وبيقول لجيكتيل ابعد انت يا معلم. وهنا دخل معاه قتال راجل لراجل، وفرانك بيطلع قوته وبيهاجمه، ولكن ريجا بيصدها. بس فرانك بيهاجمه تاني بكل قوة، فبيضطر ريجا يطلع سلاح الروح، وده سلاح صعب على زعيم العشيرة انه يخرجه الا في حالات القتال القصوى. بس فرانك طبعا مش هيسكت له، وراح هو كمان مستدعي رمح الظلام اللي شبه سلاح الروح، ومحدش دلوقتي بقى احسن من حد. المهم بيهجم على ريجا برمح الظلام هجوم جبار، لدرجة ان جيكتيل بيستغرب ازاي بشري يقدر يستدعي رمح الظلام ويهجم هجوم قوي زي ده. وفرانك بيقول له هو من حق النبلاء انهم يصطادوا البشر ويعذبوهم وبعدها يرموهم، ولكن البشر طبعا مش من حقهم يصطادوا النبلاء. وساعتها بيتعصب فرانك وبيفقد السيطرة على قوته وبتتمكن منه، وده اضطر جيكتيل انه يستدعي سلاحه الروحي هو كمان، وبيهجموا على فرانك وبيحصل انفجار قوي جدا. ولكن فرانك قدر يهرب، بس من الواضح ان فرانك اتجرح لان كان في اثار دم في مكانه. المهم انه مشي وراح يستخبى في القصر، وهناك بيتفاجأ بوجود رايزل. فيا ترى ايه اللي جاب رايزل هنا، ويا ترى هيعمل ايه مع فرانك؟ ومفاجآت كتيرة كمان مستنيانا في الحلقات الجاية ان شاء الله. فما تنساش بقى يا صديقي تعمل اللايك والسبسكرايب وتفجر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد. واشوف بقى وشكوا على خير يا حبايب سعودة. سلام.